من أنجح وصفات الكيك اللي مستحيل تفشل معاكي بعد هالفيديو كيكة الماء المغلي، كل حدا جربها اعتمدها بتجنن. أول خطوة رح نعملها رح نجهز القالب. بالقالب رح ضيف كمية بسيطة من الزيت ورح أوزعهم بالفرشاية. رح وصل الزيت بكل أنحاء القالب، فيكن تبدلوا الزيت بالسمنة أو بالزبدة. وهيك صبايا القالب صار معي جاهز. دير اليوم رح أحتاج 4 حبات من البيض، معلقة صغيرة من الفانيليا، كوب ونص من السكر. رح أخفق المكونات كتير منيح لحتى يدوب السكر معي. وبالنسبة للمكونات رح أتركلكن إياها مكتوبة بصندوق الوصف بالجرام وبالكاسة، رح تضغطوا على عنوان الفيديو رح تلاقوهم مكتوبين. رح ضيف كمان نصف كوب من الزيت ورح أرجع أخفقهم، ورح ضيف عليهم معلقة كبيرة من الخل، أي خل فيكن تستخدموه. رح أخفقهم لثواني فقط وبكون مع المكونات السائلة صارت جاهزة. مصفاية ناعمة رح ضيف فيها نصف كوب من الكاكاو مع 2 كوب من الطحين، بالنسبة لحجم الكوب 240 مل. وهذا تاني كوب رح أنخلهم فوق بعض. رح ضيف عليهم كمان 3 معالق صغيرة من البيكنج باودر، ورح أنخل جميع المكونات فوق بعضها. أول نقطة بتتجانس أكتر، ثانيا كتير مهم إن ننخل المكونات الجافة. وحاليا صبايا رح أخفق المكونات مع بعض كتير منيح. رح تلاحظوا قوام الخليط إنه تقيل، بس حاليا لسه بدنا نضيف من المي المغلية. وحاليا صبايا بعد ما خلطت المكونات مع بعض كتير منيح رح ضيف كوب من المي المغلية. بالنسبة لحجم الكوب 240 ملي. المي بتكون عم تغلي، منشيلها وهي بتغلي ومنحطها بشكل مباشر فوق الكيك. رح نخلطهم بشكل سريع. وهيك صبايا خليط الكيك صار معي جاهز، وبشكل مباشر رح اسكبه بالقالب. بهالخطوة صبايا رح يكون مجهز الفرن عندي، رح يكون الفرن محمم مسبقا قبل ب10 دقايق على درجة حرارة 180. رح تاخد معي من 30 ل40 دقيقة على حسب حرارة الفرن عندك. وهيك صبايا الكيكة بعد ما طلعت عندي من الفرن. بالنسبة للخبز كان من تحت فقط، ما شغلت الشواية أبدا. رح حرر الكيكة من القالب، وبالنسبة ما شاء الله لريحة الكيك كانت مليت الشقة. الكيكة أخدت معي بالفرن 37 دقيقة بالضبط. رح أقلب الكيكة على شبكة لأنه بدي زينها بالشوكولا، انتو لو حبيتوا تقدموها بشكل مباشر قدموها. عارفين رح تنزل معي الكيكة بكل سهولة مستوية تماما وارتفاعها لا يقل عن 10 سنتي. لتذويب الشوكولا رح أحتاج مي مغلية. رح أحتاج وعاء تاني يكون ما بيوصل لكمية المي. رح أضيف فيه 100 جرام من الشوكولا الخام، أي شوكولا فيكن تستخدموها. رح كسر حبات الشوكولا بالسكين مثل ما واضح بالفيديو لتسرع عملية التذويب. فيكن تبرشوهن وفيكن تستبدلوا الشوكولا هاي بأي نوع شوكولا تاني. أتركهن لمدة 5 دقايق لحتى يذوبوا من الحرارة، ورح أبدأ بالتقليب لحتى يذوبوا منيح معي. وهيك صبايا بعد ما ذابت عندي كمية الشوكولا رح أحتاج زيت. بالنسبة للشوكولا لأنه لو جمدت معي رح تتكسر هاي النوعية، رح أضيف عليها كمية بسيطة من الزيت ورح أحركهم لحتى ألاقي القوام صار معي سائل جدا. هيك صبايا الشوكولا صارت عندي جاهزة. بالنسبة لكمية الزيت أخدوا معي أقل من ربع كوب. وبشكل مباشر رح أخد الشوكولا وزين فيها الكيك. بالنسبة للشوكولا فيكن تستخدموها لأي وصفة تانية وهيك صبايا بتكون وصفتي انتهت لليوم، إن شاء الله تكون عجبتكم وتكون عند حسن ظنكم. ما تنسوا تكتبوا لي آرائكم بالتعليقات. شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.